مش للبيع. مصر مش للبيع. مصر مش للبيع، هي عمرها ما كانت للبيع ولا هتبقى للبيع على فكره خالص. لازم تعرفوا ده كويس قوي. انسوا. مش هنسمح ببيعها خالص. اولا لا الحكومه دي ولا اي حكومه ضميرها حتى الوطني يسمح ليها انها تتصرف مثل هذا التصرف. لم يفكر احد في حكايه بيع الاصول، لان بيع اصول البلد يصل الى درجه الخيانه العظمى. حلو، غلط وانا كنت مستنيه. هات لي حقي بقى يا خميس، استحمل بقى. اقعد انت بقى وشد حجرك واتفرج انا هعمل ايه، واشهد يا حرق اللي هيحصل عشان هو غلط. المصريين عندهم شويه حاجات كده دخلت في دماغهم على مدى السنين، بقت اساس ولا يمكن تغييرها. ولو قلت لهم يا جماعه طب ما فلان عمل، ملناش دعوه. خلص. صندوق النقد لا يتوقف وبيطرح شروط بيع اصول الدوله. الدوله ما بتبيعش حاجه، بيع لمستثمر استراتيجي. الدوله ما بتبيعش. معلش اصل في ناس ما بتحبش تقول الكلام، وبعدين كلمه عيب بصراحه. انا اسف بقى، بص الجمل هتبيع اصول. نبتدي نبيع بعض الاصول. بيع اصول، بيع لمستثمر بيع اصول استراتيجي. الدوله. هتبيع اصول. سمعت. لا طب معايا بالراحه بقى كده. بيع اصول، بيع لمستثمر بيع اصول استراتيجي. الدوله. هتبيع اصول. بيع اصول. سمعت. الحقيقه انه هذا هو المسار الطبيعي للاقتصاد. انا ما بمهدش الحاجه، هي هتتباع. كده خربانه وكده خربانه. انا بكلمكم بجد. ربنا يديك على قد نيتك. نيته سودا زي وين؟ ايه الغلط في بيع الاصول؟ حاجتنا مش هتتباع ابدا. يجي واحد بقى يقول لك ايه؟ الحق بيبيعوا البلد. انا ما عنديش مشكله في البيع بصراحه. منفرغ سودا قوي من جوه. ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه استثمار. ما عرفتكش انا كده بقى. ما عرفتكش انا بقى. ادي المرة العرض. دي اصول الدوله المصريه، مش هنرميها. النهارده انا ابيع، بس ابيع بضمير. النهارده انا ابيع بس ابيع بضمير. لا مش للدرجه دي تهون علينا مصر. مصر الجوامع، مصر الكنايس، مصر المزارع، مصر المقصه. الفكره القديمه دي ان المستثمر ده جاي يمص دمنا، لا يا جماعه. احنا محتاجين نغير الثقافه، لا انتوا بتبيعوا البلد، بتبيعوا مصر. طب ازاي يعني عايز حفظت امك هقعد عليها. والله العظيم انا لو ينفع اتباع لاتباع. يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر. عايز اقول لك على حاجه، في مصر مفيش مجال لديكتاتور خلاص. انا بلا كذب بقى، بوشك ده كداب كذب الابل.